من أول ما بدأ عصر التكنولوجيا الرقمية والهاكرز شغالين بيبرمجوا أنواع كتير من الفيروسات والبرامج الخبيثة. في منهم اللي بيعمل حاجات تافهة أو مجرد هزار، لكن في اللي ممكن يوقف أنظمة كاملة ويسبب خسائر بملايين أو حتى مليارات الدولارات. في الفيديو ده هنتعرف على مجموعة من أخطر فيروسات الكمبيوتر اللي ظهرت بمرور الزمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيج ده أول فيروس معانا في قائمة النهاردة، وده كان عبارة عن سلسلة من الورمز انتشرت بشكل مرعب سنة 2003. الفيروس اتكرر 6 مرات، كل نسخة منهم متسمية بحرف من A ل F، والنسخة رقم 6 بيج F دخلت التاريخ كأكثر فيروس تم تداوله في يوم واحد بس، لما أصاب حوالي مليون جهاز في 24 ساعة فقط. اللي كان عبقري في الفيروس ده إنه كان بيخدع السيرفرات عشان يفكروا إنه إيميل عادي مش سبام، وبمجرد ما الضحية تفتح الإيميل الفيروس بيبعت نفسه لكل الناس اللي عنده في قائمة الإيميلات. التقديرات بتقول إنه سبب خسائر وقتها بأكتر من 30 مليار دولار. شركة مايكروسوفت وقتها عرضت جايزة ب 250 ألف دولار لأي حد يدلهم على الفاعل. الفيروس رقم 2 I love you، ده اسم الفيروس. اسمه وشكله رومانسي، بس الحقيقة غير كده خالص. اتعمل سنة 2000 على ايد 2 من مبرمجين من الفلبين، وكان ذكي جدا في طريقته. استخدموا أسلوب نفسي معروف في الهندسة الاجتماعية، وبعتوا ملف اسمه I love you، وكان باين كأنه ملف نصي عادي، وكأنه اعتراف حب من شخص مجهول. طبعا الناس فضولها خلاها تفتح الملف، وفجأة بيبعتوا لكل جهات الاتصال في الإيميل، وكمان يمسح ملفات من الجهاز لدرجة إن الكمبيوتر ما يعرفش يشتغل تاني. 10% من سكان العالم تقريبا اتصابوا بيه، وساب وراه دمار بحوالي مليار دولار. حكومات وشركات كبيرة اضطرت توقف أنظمة البريد الإلكتروني تماما، والغريب إن محدش اتحاسب وقتها لأن ما كانش فيه قوانين تجرم الحاجات دي. الفيروس رقم 3 ستورم وورم. الفيروس ده كان برضه بينتشر عن طريق الإيميل، بس من غير مرفقات. بدل كده كان بيبعت لينك جذاب بيشد الانتباه، ولما الناس بتضغط عليه مفيش حاجة بتحصل، أو على الأقل كده بيتهيأ لهم. وفي الحقيقة إن الفيروس كان بيزرع نفسه في الجهاز من وراهم، وبيخلي الهاكرز يقدروا يتحكموا في الجهاز عن بعد، وبيعملوا بيه حاجات غير قانونية زي سرقة الباسورد والفلوس والهويات. بدأ ينتشر سنة 2007، وفي شهور قليلة جدا بقى في شبكة ضخمة من الأجهزة المصابة اسمها بوت نت. كانوا بيبيعوا الأجهزة دي لمجرمين تانيين، بس لحسن الحظ إن الشبكة دي دلوقتي اتدمرت بالكامل تقريبا. الفيروس رقم 4 كود ريد. سموه كود ريد لأن الفيروس ده اكتشفه موظفين في شركة أمن سيبراني وهم بيشربوا كود ريد، وكود ريد ده مشروب طاقة كان بيصيب أجهزة بتستخدم سيرفرات مايكروسوفت، واستغل ثغرة في النظام عشان يخترق الأجهزة. كان حجم الفيروس ده صغير جدا، حوالي 3 كيلو بايت، وبيشتغل من الذاكرة مش من الهارد، ولما بيشتغل بينسخ نفسه بشكل مجنون ويستهلك موارد الجهاز بشكل رهيب جدا، لدرجة انه في مرة قدر يخترق سيرفر تابع للبيت الأبيض، ووقع موقع الحكومة الأمريكية، وساب رسالة مكتوب فيها تم اختراقكم بواسطة الصينيين. مفيش دليل إن الصين ورا الموضوع، بس الرسالة دي بقت ميم مشهور في وقتها جدا. طبعا مايكروسوفت نزلت تحديث يصلح المشكلة اللي حصلت، بس بعد ما حصل خسائر إنتاجية قيمتها وصلت ل 2 مليار دولار وقتها، وعدد الأجهزة المصابة كان حوالي 2 مليون جهاز، تقريبا كانت تلت السيرفرات اللي بتستخدم النظام. الفيروس رقم 5 سلامر. في يوم 25 يناير 2003 الإنترنت كله وقف في كوريا الجنوبية لمدة 12 ساعة، وطبعا ده أثر على شركات طيران وماكينات الصرف الآلي في العالم. النت بقى بطيء جدا أو يكاد يكون معدوم، والسبب فيروس سلامر. ده كان فيروس بيستهدف سيرفرات SQL التابعة لمايكروسوفت.
استغل ثغرة في البرنامج وكان بيضاعف نفسه كل 8 ثواني تقريبا. ملايين السيرفرات اتصابوا بيه قبل ما يتم إيقافه، والخسائر وصلت ل1.2 مليار دولار. المثير للسخرية إن مايكروسوفت كانت منزلة التحديث اللي يصلح الثغرة، لكن ناس كتير ما كانتش منزلاه. الفيروس رقم 6، مايدوم، ظهر سنة 2004 وخد مكان فيروس اللي قلنا عليه من شوية I love you كأسرع فيروس بينتشر بالإيميل. موظف في شركة MCAFEE هو اللي اكتشفه وسماه على جملة كانت موجودة في كود البرنامج. اللي عمل الفيروس ده ما تعرفش لحد دلوقتي، بس بيتقال إنه اتدفع له فلوس عشان يهاجم شركات تكنولوجية كبيرة. الفيروس كان بيتخفى في رسالة بتقول فشل في إرسال البريد، ولما الناس تضغط على الرسالة بيبعت نفسه لكل الإيميلات، كل الإيميلات طبعا اللي موجودة على الجهاز، وكمان ينسخ نفسه في ملفات برامج المشاركة عشان ينتشر. اللي بيحصل كمان إنه كان بيفتح باب خلفي بيتيح للهاكرز يتحكموا في الجهاز. الفيروس لسه موجود في نسخ تانية لحد النهاردة، وسبب خسائر بتزيد عن 38 مليار دولار. لو لاحظت ان كل الفيروسات اللي قلنا عليها بتتطلب ان انت تعمل رد فعل، مفيش فيروس قلناه بيخترقك من نفسه، لازم انت تفتح الرسالة او تفتح الايميل او تضغط على اي ايقونة مبعوتالك علشان الفيروس يبدأ ينتشر. فيروس مثلا زي فيروس I love you استغل فضول الناس يعرفوا مين اللي بيحبهم، فعشان كده ضغطوا على الملف اللي اتبعت لهم وفجأة انتشر الفيروس في الجهاز بالكامل. علشان كده الخبراء بينصحوا دايما ما تفتحش أي رسالة أو ملف جالك من شخص مش معروف، أو حتى شخص تعرفه بس شكل الملف غريب أو مش متعود يبعتلك حاجة بالطريقة دي. دايما بص على اسم الملف وامتداده وصيغة الرسالة لو فيها استعجال أو شيء بيثير الفضول بشكل مبالغ فيه، زي افتح بسرعة مثلا، أو شاهد قبل الحذف، أو عرض لمدة معينة، أو صورك معايا، أو أي حاجة بشكل عام بتثير الاستعجال. فخليك حذر لأن غالبا وراها مصيبة. بالإضافة لكده استخدم برامج حماية موثوقة أنتي فيروس علشان تحمي نفسك من أي فيروس ضار.